وحياة ربنا أنا جات عليا فترة ما كنت لاقي أجنة بيتي. جات فترة كده كنت بتحجج إن أنا عندي صداع عشان أخبط على الناس أقول لهم هاتي لي حتة جبنة أقطع عليها طماطم عشان أكل الأربع بنات معايا ماديا وكل حاجة. ما لقيتش حد جنبي في وقت شدتي. ام البنات، بنت المعلم جده، اجدع ست في مصر، ست بألف راجل. حكايتها غريبة حبتين، اسمها حكاية غريبة فعلا. النهاردة معايا ست، فعلا اتبسطت ان انا جيت لك النهاردة وقابلتك. الله يخليك أنت نورتني. بعت لنا قلت لنا انك عايزانا نجي لك نزورك ونشوف انت بتعملي ايه. حصل؟ عايزاكم تيجوا تشوفوا حكايتي وتنوروني. ايه الحكاية بقى؟ الحكاية إن أنا عندي أربع بنات وأبويا راجل كبير بيساعدني وتعبان معايا فأنا حبيت أنتوا تيجوا تصوروني. طيب هل يا ترى انت ام البنات ده اسم شهرة كده ولا انت فعلا عندك بنات؟ لا أنا عندي أربع بنات، عندي مريم وعندي جنات ورحمة ووعد. طب انت بتشتغل عشان تساعدي بابا بس ولا هو انت في احتياج فعلا لا للشغل؟ أبويا هو اللي بيساعدني، أبويا هو اللي واقف جنبي، هو اللي بيدعمني، هو اللي واقف جنبي عشان خاطر أنا معايا أربع بنات ما تحوجش لحد. عشان أنا جت فترة عليا أنا كنت تعبانة ما لقيتش حد واقف جنبي، الكل بعد عني، فدلوقتي أبويا واقف جنبي عشان أنا ما اتحوجش لحد بعد عنك، كله بعد عنك ماديا قصدي؟ ماديا وكل حاجة.